السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم روتين في غرفة الاطفال. بس واحنا بنعمل الروتين كده عايزه اكلمكم في حاجه مهمه، لعل وعسى حد يستفيد منها ويتعلم من خطأي، يعني اللي انا وقعت فيه. يا بنات، انا شفت اعلان لمروة امام على التلفزيون، اللي هو منتجات مونستل وكده. كانت بتتكلم يعني على فرد الشعر والإنبات والإطالة، ولو بنتك مثلا شعرها كيرلي وهي متضايقة منه شوية، تفرديه بكريم الشيا والكلام ده. المهم يا بنات، أنا وثقت في كلامها وطلبت المنتجات. وثقت في كلامها وفعلا طلبت المنتجات دي. طلبت لاختي انبات واطاله، لان هي كانت بتعاني من الاطاله. هي شعرها مش خشن ومفهوش اي مشكله، الا بس موضوع ما بيطولش وكده، ما بيطولش يعني بسهولة وكده. فطلبت لها انبات واطالة. اتصلت بيهم، شرحت لهم المشكلة اللي عندها، وقالت لي خدي لها انبات واطالة. قلت لها انا شعر بنتي كيرلي بس هايش وكده. قالت لي خلاص خدي لها الشيا. تمام، طلبت المنتج. انا الاول شفتها على التلفزيون بتحلف ان بيجيب نتيجة، وجايبة ناس فعلا بتشكر في المنتجات وكده. كل ده طبعا بعيد عن الحقيقة خالص، لاني انا المنتجات ما جابتش معايا نتيجة بربع جنيه حرفيا. وده اللي مزعلني يعني. فالمهم المنتجات دي بتستخدميها لحد ما تخلص او لمدة 3 شهور. اختي طبعا استخدمت الزيوت لحد ما خلصت. النتيجة ايه يا بنتي؟ ولا اي نتيجة. بالعكس، انا شعري بينشف والكلام ده كله. المهم اتصلت بيهم، وصلوني بخدمة العملاء. خدمة العملاء، واحدة ردت عليا قالت لي لا، هي المفروض كانت حطت على الزيوت توم ومش عارفة ايه والقصة دي. طب هو انا دافعة الوفات عشان اجيب زيت احط له توم واحطه على النار والقصة دي؟ اكيد لا طبعا. بس فالمهم، راحت. كمان قلت لها على شعر بنتي، انا حطيت لها الشيا وقعدت ساعتين. انا حرفيا شعر بنتي والله العظيم باظ اكتر من الاول. يعني الاول كان بيبقى ناشف ويهيش، واعمل لها حمام كريم يبقى زي الفل. دلوقتي ناشف خالص وبسرحه لها بصعوبة. فبدل ما احل المشكلة عقدتها اكتر، فكلمتهم. لا يا فندم، والله حضرتك الكلام ده يعني. قلت لهم انتوا ازاي يعني تدونا منتجات بالسعر الغالي ده وكمان ما بتجيبش نتيجة؟ قال لا والله يا فندم، مش كده خالص، الناس كلها بتاخدها وتشكر فيها والكلام ده. قلت له لا، انا ليا اللي انا شايفاه. قال لي خلاص حضرتك ارجعي لخدمة العملاء تاني. طب هرجع لخدمة العملاء هيعملوا لي ايه؟ فانا والله يا بنات كنت مستحرمة اتكلم في الموضوع ده، بس هما اللي اضطروني، لاني يعني انا دفعت 1150 جنيه بالظبط، وما خدتش نتيجة بربع جنيه. فده اللي مزعلني. وكمان هو اتصل بيا بعديها مرة كمان وقال لي هو حضرتك عايزة ايه ومش عارفة ايه والكلام ده كله. انا اكيد طبعا مش هقول له عايزة فلوسي. انا قلت ان انا اقول لكم المعلومة دي، و يعني اعتبرها كده دفعت تمنها وزيادة كمان. فاهميني يا بنات؟ وانا اصلا لو قلت لهم انا عايزه فلوسي اكيد ما كانوش هيرجعوها لي. هم كانوا هيدوني منتجات تانية، وانا منتجاتهم طبعا اخرها عندي معلش يعني في الزباله. ف ما كنتش مضطر اخد اي منتجات تانية ولا اصلا اتعامل معاهم تاني. ده زائد كمان ان هي بتحلف بالله العظيم ان في هديه مكوى اللي هي بيبي ليس. دي كان تمنها 1400 جنيه، هي شارياها قبل ما الاسعار تغلى. فالمهم انا قلت ايه لو ما نفعتش المنتجات دي، انا كده كده عايزه اجيب بروتين واعمله لبنتي، لاني انا كده كده يعني بعمل بروتين وبفهم فيه كويس قوي. فقلت هي لما قالت ده احسن من البروتين وامن على الاطفال وكده، فانا قلت طب خلاص ليه لا ما نجربوش، ولو ما نفعش يبقى المكوى نستفيد بيها. وهي بتقول تمنها 1450 والمنتجات ب1150، يعني يعتبر ما خسرناش حاجة. والله العظيم والله العظيم المكوى سكاني بتتباع في العتبة ب90 جنيه، وانا هوريها لكم واوريكم المنتجات اللي انا استخدمتها وما جابتش اي نتيجة. وهوريكم كمان العلب، وهوريكم المنتجات بتاعت مونستل اللي هم بينصبوا بيها على الناس. انا مش قادرة اقول اكتر من ان هم بينصبوا على الناس وبيضحكوا عليهم، لاني انا والله زعلانة جدا يعني.
وغير كده هي بتقعد تحلف بالله العظيم كذب كذب كذب، لان المكوة حرفيا والله العظيم ب90 جنيه، وهوريها لكم وتعملوا عليها سيرش بنفسكم. المكوة اللي هي بتقول ده انا شارياها ب1450، وكنت شارياها المعرض ومش معرض ومسابقة واتلغت، والقصص دي كلها برضو عشان تضحك على عقول الناس. اعتبروا اني انا طالعة اقول لكم نصيحة لوجه الله، والله العظيم والله العظيم دي نصيحة لوجه الله، ويا ريتني كان حد قالها قدامي قبل ما انا اجيب الحاجات دي ويعني وما استفدش منها باي حاجة. والحاجات مش رخيصة يعني زي ما قلت لكم ب1150. وهي لما بصراحة انا اقتنعت لما قالت ان المكوة غالية ومش غالية والكلام ده كله. انا اصلا عندي مكوة تورنيدو، بفهم في المكوات كويس اوي، لان انا كنت بشتغل في البروتين وعارفة المكوة لما تكون كويسة بيبقى فعلا سعرها غالي وكده. فانا اول ما شفت سوكاني دي انا اتخضيت، والله العظيم انا اتخضيت، بس قلت يعني اكلمهم اشوف ايه ده يعني. البنت اللي بترد بتقول لي لا يا فندم، ما في حاجه اسمها فرز اول وفرز تاني، هو في حاجه اسمها فرز اول وفرز تاني في سكاني؟ ولو في فرز اول وفرز تاني وانا بعمل سيرش، ليه ما قالوش فرز اول وفرز تاني؟ وانا شايفه ان المكوه اللي هم بعتوها لي دي كان سعرها 90 جنيه. يعني سبحان الله يعني. بينصبوا على التلفزيون وعلى قناة مشهورة جدا اللي هي بتاعت MBC فود، اللي هي بتاعت أشهر قناة طبخ في مصر. ازاي يعني ازاي يعني؟ وازاي أصلا سايبين ناس زي دي تنصب كده عادي، ومفيش أي رقابة ومفيش أي. والناس كمان اللي بتطلع تقول ده احنا جاب نتيجة وما جابش نتيجة والكلام ده كله، هم برضو حسابهم عند الله يعني. عشان برضو الناس دي لما بتتكلم وبتقول ده عن تجربة ومش عن تجربة، الناس بتثق في المنتج وتتصل تشتريه، وفي الاخر ما تلاقيش منه اي نتيجة، يبقى ده حرام ولا حلال؟ على فكرة انا مصورة شعر بنتي بالخطوات وانا بحط لها الشيا وهي قاعدة متذنبة ساعتين علشان اغسل لها شعرها، وفي الاخر شعرها يبوظ اكتر ما هو بايظ. هو اصلا ما كانش بايظ، هو كان كيرلي وانا كنت بحب شعرها جدا وهو كيرلي، بس قالت لي لا انا عايزة شعري ليس ومش عارف ايه. ف كانت على طول مروه امام تقول ده بديل البروتين، والبروتين مدمر الشعر. لا، البروتين مش مدمر الشعر، البروتين ده انواع، تقدري تشتري نوع نضيف وتعملي بيه لبنتك عادي جدا. انا ان شاء الله الفتره الجايه هبقى اجيب لها برضو بروتين واعمل لها شعرها، عشان هي عايزه شعرها يبقى ليس، وكمان عشان شعرها باظ من المنتجات اللي سيادتك بعتها لنا. وانا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، واللي هقدر اعمله عشان احذر الناس. وانا طبعا لما المندوب بتاعك وكلمني كنت اقدر اقول له انا عايزه فلوسي، بس انا ما قلتش كده لاني اعتبرتها كده هقول بيها كلمه حق لوجه الله. وحسبي الله ونعم الوكيل بجد. مش عارفه اقول لك ايه والله. الحلفان اللي انت طالعه تحلفي بيه كذب، والمكوه ام 90 جنيه دي كبرها لو غليت قوي في الاسعار دي هتبقى ب100 150 جنيه. طالعه تقولي انا شاريه 20 مكوه علشان معرفش ولا 40 مكوه، وطالعه تحلفي وطالعه تقولي تحلفي وتتقطعي كده قدام الكاميرا و... ويعني انا مش فاهمه في ايه. مش فاهمه، هو انتي لا ده لعبه في ايديكي؟ زي برضو طالعه اليومين دول تقولي اصل احنا عاملين رحله عمره. طب هو النبي اللي يطلع العمره يبقى يقول لي ان هو طلع عمره وانت ما ضحكتيش عليه زي ما ضحكتي علينا كده وحلفتي بالله العظيم كذب وبعتلنا مكوه ب90 جنيه. والله حسبي الله ونعم الوكيل. كفايه ان انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل، دي كفايه يعني تجيب لي حقي. وانتي ما تعرفيش ان يعني ان الفلوس دي ما بتجيش بسهوله، لكن انتي بتاخديها كده بكل سهوله وبتستحليها. الزيوت بتجيب نتيجه وفعاله. الزيوت دي اصلا ملهاش اي علاقه بالشعر اساسا. ده زيت خروع اللي انتي عاملاه، ده زيت خروع والله العظيم حرفيا زيت خروع. وانا اول ما شميت ريحته عرفت ان هو زيت خروع. الزيت الاسود اللي انتي بتقولي عليه ده زيت انبات واطاله. زيت خروع، زيت خروع ولا مش خروع يا استاذه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. مش هقولك غير حسبي الله ونعم الوكيل، وحقي هاخده منك يوم القيامه ان شاء الله. ويعني احنا وثقنا فيك عشان حلفتي بالله، واكيد ربنا مش هيضيع حقنا وهيجيب لنا حقنا منك ان شاء الله.
انا يا بنات طبعا كان المفروض اشرح لكم انا بعمل ايه، بس هو الروتين شرح نفسه. انا بعمل روتين في غرفة الاطفال. نفضت الشبابيك ولمعت الاخشاب ولمعت المروحة وغيرت الملايات وجبت كلوركس الوان في شوية مية كده، ودعكت الارض بالمقشة، وبدأت اشدها كده بالمساحة، وجبت فوطة كده مبلولة مية يعني مشطوفة علشان انشف بيها الارض عشان افرش السجادة على طول. بس انا حبيت اتكلم الكلمتين دول لعل وعسى حد يسمعهم ويكون ناوي بيحوش ولا عامل جمعية زي ما هي طالعة تقول. الناس دي الغلابة اللي بتعمل الجمعية اللي هم ما بيهونش على غير على الغلبان. انت ما عملتيش حساب للغلبان، ولا عملت حساب ممكن حد يكون ما معهوش اصلا وحابب يفرح ولاده، وللأسف يعني هيزنق نفسه ومش هيفرح ولاده. الزيوت بتاعتك ما بتجيبش اي نتيجة وما بتعملش اي حاجة، ومش مش رخيصة يعني. يا ريتها حاجة زي اللي هو بتاع اسمه ايه ده، اللي هي بتعلن عنه ستوتة، ده اسمه ايه مش عارفة والله. منتج رخيص كده والناس كلها بتشكر فيه. فانتي بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، وانا مش مسامحاكي في الفلوس اللي انت خدتيها، وان شاء الله كده هحتسبها عند الله، وربنا هو اللي هيجيب لي حقي منك. حسبي الله ونعم الوكيل. طالعه تحلفي وتقولي بفرح الناس ومش بفرح الناس وبيجيب نتيجة ومش بيجيب نتيجة. لا، ما بيجيبش نتيجة حضرتك ما بيجيبش نتيجة ولا اي نتيجة. ده بالعكس، ده بيجيب نتيجة عكسية، لان انتوا الله اعلم بالحاجات اللي انتوا حاطينها على بعض بتكعبل الشعر اكتر ما هو مكعبل. احنا اصلا ما كانش عندنا مشكلة، لا اختي شعرها وحش ولا بنتي شعرها وحش. انا بنتي كان شعرها كيرلي واختي شعرها ما بيطولش. فللاسف احنا وثقنا في كلام حد ما عندوش اي نوع من انواع الثقة. الشعر اللي نفسهم فيه انا بقصه وارميه، انا شعري بقصه وارميه. لكن في ناس تانية نفسها يبقى شعرها طويل، دي حاجة مش بايديهم. ما عندكيش تقدمي لهم الحاجة دي بقى تسكتي، ما تطلعيش تنصبي على الناس. وكمان النصب على القنوات يعني ده كتير كتير قوي. حسبي الله ونعم الوكيل. بس يا بنات انا قلت اطلع ايه، يمكن لعل وعسى حد يسمع الفيديو ده ويكون هيعمل المصيبة اللي انا عملتها دي ويتراجع. والله وقسما بالله الزيوت ما جابتش اي نتيجة، بالعكس زبالة وجابت نتيجة عكسية. اخرها تترمي في باسكت الزبالة والواحد راضي عن نفسه كل الرضا. وانا يمكن ما اشتريتهاش اولا واخيرا علشان الزيوت، انا اشتريتها علشان المكوى اللي انت طالعه تحلفي ان هي ب1400 جنيه. في الاخر انا لما لقيتها سوكاني عملت عليها سيرش لقيتها ب90 جنيه. يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل فيكي بجد. يعني انت بتستحلي الحرام، فانا مش عارفه انت ايه. وانت لما الزيوت جباره كده شعرك المقزعر ده ما طولش ليه؟ ولا انت بتطولي شعر الناس بس وعايزه شعرك كده يفضل مقزعر؟ مش بتحبيه طويل مش تقيل ليه؟ مش اطاله وانبات برضو؟ لا بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. طالعه بس ايه تتميصي يمين وشمال والزيوت ومش الزيوت وناقص ترقصي قدام الكاميرا علشان الناس تصدقك، وفعلا صدقنيكي، بس انتي مش مصدر ثقة. حسبي الله ونعم الوكيل. انا قد ايه دم اتحرق وقد ايه انا كنت جايبه المنتجات ومبسوطه عشان ممكن افرح بنتي، لكن للاسف حرقت دم يا شيخه. يعني ربنا يحرق دمك بجد. انا طبعا هوريكم كل ده على الطبيعه، هوريكم كل حاجه يعني، وهوريكم المنتج بتاع مونستل قبل ما استخدمه وبعد ما استخدمته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.